هندسه، هو اللاب ده بيشغل اوفيس، مجموعه اوفيس وورد واكسل وباوربوينت والجماعه دول بيشغلوا تمام. طب هندسه، هو الجهاز ده بيشغل مجموعه فيجوال ستوديو عشان لو في برمجه وذكاء اصطناعي يشغله مفيش مشكله تمام. طب هندسه، اللاب ده يشغل بقى اوتوكاد؟ يشغل اوتوكاد، اوتوكاد 2020 و2022 و2024 كمان. لا بقى، ده اكيد بقى هيشغل بقى ريفت وسيفل. لا يا باشا، مش ده مش هيشغل لك الحاجات دي. ده لابتوب لينوفو كور اي 5 من الجيل السابع ورامات 8 وهارد 256 اس اس دي. زي ما انت شايف كده الحاله العامه بتاعته ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه شياكه وجميل وسمك بسيط جدا جدا. والفريم بتاعه اللي هو الكربون فايبر ده جميل قوي 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 وشياكه وجميل. كمان بالنسبه للكاميرا بتاعته، الكاميرا بتاعته جميله جدا. لو انت هتشتغل بقى دروس اونلاين وكلام زي كده هتشتغل بقى بيها بسهوله. وكمان برضو ميزه هنا جميله جدا، ان انت عندك الصوت جميل جدا، الصوت ممتاز هنا. يبقى الصوت كويس والكاميرا ممتازه. حبينا نزود رامات مفيش مشكله، حبينا نزود هارد كمان مفيش مشكله. هو ال 256 اس اس دي ان في ام اي، فالجهاز معاك سريع جدا. طبعا زي ما انت شايف الحاله العامه بتاعته ممتازه ممتازه ما شاء الله. زي ما انت متعود معايا بتاخد حاجه فرز اول وحاجه شياكه وجميله جدا. حبيت بعد كده هو في وقت من الاوقات ان انت تعلى بالجهاز وتاخد جهاز اعلى من الجيل السابع ما فيش مشكله. التردد بتاع البروسيسور هنا 2.6 من 10 رباعي النواه، فانت واخد برضو اداء كويس. طب الحاجات دي هتشتغل معايا، الوورد والاكسل والجماعه دول هيشتغلوا، انا اديهم لك يا باشا شغالين على الجهاز. فيجوال ستوديو هيشتغل معايا. البايثون والبرامج البرمجه والذكاء الاصطناعي هيشتغلوا، خدهم شغالين على الجهاز مفيش مشكله خالص، والامور تمام وزي الفل. حبيت فيما بعد ان انت تعلي الجهاز تحت امرك، تشرفنا في اي وقت. حبينا برضو نشحن لك الجهاز في مكان في المحافظات، نشحن لك الجهاز بتاعك عادي خالص ولا في مشكله. اللاب وزنه خفيف طبعا زي ما انت متعود، انا بحب اللابات اللي هي وزنها خفيف دي. تحب تشيله معاك يمين او شمال، او تاخده معاك في المكتب، تاخده معاك في الجامعه، تاخده معاك وانت رايح تاخد الكورس بتاع البرمجه. مفيد جدا ليك. تشيله معاك في شنطتك، تشيله معاك. بسيط، لاب بسيط خالص، انت ممكن تاخده في ايدك وانت ماشي، مش محتاج شنطه ومش محتاج حاجه كمان. وشكله جميل جدا. هو مشكله اللاب ده او عيبه او اللي هو مش مميز فيه اللي هو ايه؟ ان هو بيتوسخ بسرعه، فانت بالتالي عايز بقى دايما تنظفه من التراب ومن من مكان الايد او بصمات الاصبع يعني كلام زي كده. ده اللي مش مميز فيه، لان هو مش فريم ميتاليك. الفريم الكربون فايبر ده بيلم الايه التراب زي ما انت شايف كده على طول. بس الواحد مفاتيح مش كامله. وطبعا عندي هنا الزرار الباور والمخارج الطبيعيه جدا جدا معاك. بالمناسبه ده جيل السابع، فانت معاك نازل معاك كمان تايب سي. تايب سي اهو. تايب سي انت مش عارف الفتره المستقبل اللي جاي خلاص بقى هو كل التوجه على تايب سي، تاخد منه للشاشه، تاخد منه للموبايل، تاخد منه لاكتر من حاجه. والشحن بتاعه يو اس بي. حبيت تعرض على الشاشه برضو ايا كان بقى مقاسها كام، انت بتاخد برضو من الاتش دي ام اي مفيش مشكله. تشرفنا في شركه القدس، اختار معانا اللاب المناسب ليك. اللاب ده امر بسيط جدا وجيل سابع وتحت ال 10000 بكتير. فتشرفنا في شركه القدس، تختار اللاب اللي انت عايزه. حضرتك مش متاح ليك انك انت تيجي لنا شركه القدس، تعالى راسلنا على صفحه القدس للكمبيوتر واحنا نشحن لك اللاب بتاعك للمكان اللي انت عايزه. شكرا لك.